قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. يوم القيامة أنت كرجل ستسأل عن نفسك أولا. خدت 10/10، أدخل الجنة، قف، لسه وراك مسؤولية. امرأتك كانت متبرجة وكانت بتستضيف الرجال وكنتوا بتتبادلوا الرقصات مع بعض، وممكن اخد مراتك بس ارقص بها الرقصة ديت والكلام ده مش عارف ايه الكلام ده، ها؟ ودي كانت من مسؤولياتك. المرأة دي واخدة 0/10، 3/10. هتنزل النار وانت معاه عشان بتعلقها في رقبتك. خدت حظك من التقصير مع المرأة، خلاص بقى. لا، عيالك، تشوف ولادك كم ولد. الواد الأولاني ما كانش بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا بينيل بنيلة، والواد الثاني كان زيه، والواد الثالث كان زيه، والواد الرابع كان زيه. تدخل تتعذب مع كل ولد مثل عذابه. هو أنت فاكر مسؤوليتك سهلة يعني؟